حكاية قديس وشهيد. قصتنا قصة القديس الأنبا أنطونيوس أبو الرهبان كوكب البرية. اتولد من أسرة مسيحية تقية، وكانت أسرته غنية جدا، واتولد عام 251. وبعد فترة توفت مامته، وبعديها توفى باباه، وقعد بعديها جنب باباه يقول له: أين قوتك وأين عظمتك وأين سلطانك وأين غناك؟ وبعد كده طلع راح الكنيسة، وهو في الكنيسة سمع الآية اللي بتقول: أن أردت أن تكون كاملا فبيع كل ما لك وأعط الفقراء وتعالى اتبعني ليكون لك كنز في السماء. ففكر طب اعمل ايه مع اختي؟ فلما رجع البيت وحكى لاخته، اخته قررت ان هي تروح تسكن في بيت للعذارى، فودى اخته بيت العذارى، النظام رهبنه دلوقتي، وهو برضو راح سكن بره القريه عند شاطئ النهر. وهو وعند الشاطئ وقاعد في يوم على الشاطئ النهر وبيصلي لربنا، لانه في ست جت خلعت ملابسها ونزلت النهر، فبيقول لها: مش عيب؟ انت مش شايفاني انا قاعد؟ راحت قالت له: وانت ايه اللي مقعدك هنا؟ قال لها: علشان عايش حياة الوحدة. فقالت له: طب ما تروح تسكن في الصحراء جوه، ايه اللي مقعدك هنا؟ فقال كلامها صح، ففكر انه يكون الكلام الست صح، فراح عايش في الصحراء جوه خالص. وفي الوقت ده عايش جوه مقبرة، وكانت المقبرة بتظهر له فيها الشياطين كتير جدا، لكن كان داهر الشياطين. متلمت الشياطين عليه وضربوه لدرجة ان هم كسروا عظمه، لدرجة انه ما بقيش قادر ينطق ولا يتكلم، شبه انه هو ميت، لكن ما فيهوش غير النبض بس اللي شغال. ففي الوقت ده راح له الراجل اللي هو بيروح له علشان يكون محتاج حاجه، وليه القديس في شبه حياه الموت، فخد القديس ووداه الكنيسه. وهم في الكنيسه الناس قعدت تعيط وتبكي عليه كتير جدا، وكانوا مفتكرين ان هو مات. لكن اول ما فاق شويه قال للراجل: رجعني تاني المقبره. والراجل رجعه فعلا المقبره. بس ازاي هتروح المقبره؟ قال له: مالكش دعوه، بس رجعني المقبره. رجعه المقبره وقال له: اقفل عليا كمان. وقعد قفل عليه الراجل، وهو قعد يصلي صلاه قويه جدا. وفضلت الشياطين كل ما تيجي تحاربه ما تقدرش عليه، وينتهر الشياطين بقوة رب المجد، وكان دايما بينتصر على الشياطين وبيعمل معجزات كتير. وبتيجي الناس كانت تزوره، لكن لما حد كان يجيله كان يخليه واقف بره القلاية ويصلي معاه من هو وبره القلاية، علشان ما كانش بيحب انه حد يعني يقعد معاه وياخد من وقته كتير جدا ويضيع وقته مع ربنا. لكن هو كان بيحب يروح للأنبا بولا وبياخد بركة الأنبا بولا، والأنبا بولا كان بيحب ياخد بركة الأنبا أنطونيوس. وبعديها تنيح الأنبا أنطونيوس وكان عمره 105 سنة. كده بقت المقبرة دي بقت عبارة عن مغارة لما كان عايش فيها الأنبا أنطونيوس. بعد ما تنيح الأنبا أنطونيوس بقت مكان مقدس، والناس بتحب تروح المكان ده علشان تاخد بركة الأنبا أنطونيوس. وبركة الأنبا أنطونيوس تكون معنا، وربنا المجد دايما للأبد. آمين.